والله الواحد ما عارف اذا كان برشلونة بيجهزوا للموسم اللي جاي ولا ده يا سودا لا يكونوا بيجهزوا لغزو اسبانيا. ما انتش عارف بقى اذا كان هم رايحين يلعبوا جولات تحضيرية ولا يصفوا حسابات ولا يعلنوا الحرب على كوريا واليابان. 15 هدف في 3 مباريات. وبعدين انا مش فاهم فين وزارة الصحة من اكاديمية لاماسيا؟ فين مشروع تحديد النسل وترشيد الاستهلاك؟ يا سيدي انا معاك ان اكاديمية لاماسيا ولادة، بس خلونا نلحق نحفظ اسامي اللعيب. لسه بنتكلم عن بيدرو فرنانديز فيظهر لك النهارده واد اسمه توني فرنانديز. مش مهم بقى عندهم 17 سنه، مش مهم يكونوا اتفطموا ولا معاهم بطاقه، المهم ان هم بيخرجوا يسجلوا في اول مباراه ليهم وخلاص. النهارده كمان تلاقي راشفورد بيحل الجدل بينه وبين الواد اللي اسمه رافينيا. خلاص موضوع الهدف الخامس انا هسجله كل حاجه. تتفرج النهارده كمان على لامين يامال اسرع من الواي فاي اللي موجود في قطر، تحس انه بيعدي بدون اي مقاومه ولا اي حاجه، ما تعرفش رايح فين ولا جاي منين ولا اي حاجه. والواد اللي اسمه جافي من ساعه ما صبغ شعره، من ساعه ما صبغ شعره، شوف لك حل في شعرك يا فينيسيوس. من ساعه ما الواد صبغ شعره عمل 3 مباريات تحضيريه اسطوريه. واخيرا برشلونه بينهي الجوله التحضيريه بتاعته في نفس اليوم اللي ريال مدريد لسه بيكشف طبي على اللعيب. ومن الاخبار اللي تسد النفس ان ألابا ومندي اجتازوا الفحص الطبي. فنتقابل في الموسم اللي جاي والله خير حافظ.